السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وجد الترند وجدت ريهام سعيد، وإذا وجدت ريهام سعيد وجد البلبلة بقى، وكل واحد بيك 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 سك 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 فيك 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 فيك. من يومين طلت علينا أسماء شريف منير في عند المزين لا مؤاخذة بتاع، وراحت سك ماسكه القطر ده، ولا انا ما اعرف ده الموس الرجالي، راح فيس 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 حلقت لنا شعرها زلبطه. وبعد كده لما بدات الناس تهاجم وتتكلم، طب انت طالعه بتحلقي قدام الناس ليه؟ طب انت طالعه بتشيلي شعرك قدام الناس ليه؟ قعدت تقول اصل انا عندي الغده، اصل شعري بيقع، اصل شعري ضعيف. وسبحان الله يا اخي، اللي شعرها بيقع وان هي محتاجه تعالجه، اول لما حلقته صبغته، وكأنها يعني بتقول احنا ان شاء الله ده روتين جديد للشعر بيبدأ من الصبغه. يعني اللي شعره بيعالجوا او كده، بعرف ان هو ما يصبغوش، ما يعملوش استشوار، ما يعملوش كذا ولا كذا، بيبقى يعني. او على ذكر الصبغه هبقى احكي لكم قصه كده طريفه كده في الاخر على صبغه الشعر. نرجع لموضوعنا. فالمهم ان هي ما تحلقش شعرها وتصبغه طالما بتعالجه. المهم في نفس اليوم أسماء حضرت مهرجان القاهرة بتاع الدراما. الناس اتخضت جدا من منظرها، مش عشان قصة شعرها، وتاني أنا بقول لكم على اللبس اللي كانت لابساه. منظر الفستان حاجة تكسف، حاجة يعني أنا مش فاهمة الناس دي يعني بتبقى النخوة اللي عند الناس راحت فين، بس ما علينا. المهم في نفس الوقت الاب هيطلع يدافع وقاعد يقول انا بنتي مش غلطانه، انا ما عملتش كذا كذا. بس انا كنت اتمنى ان هو يقدر يختار الجمل اللي هيتكلم فيها، لان بنته غلطانه من ساسها لراسها. اولا قصه الشعر اللي الناس هاجمتني وقالت لي انت مالك، ما كل واحد حر، انت حر طالما انت في بيتك ومحدش شافك. انت طلعت وصورت لي فيديو وعرضته لي، من حقي اني اتكلم، لان انت طالما عرضته يبقى انت عايز تعمل بقى ده مجال للنقاش. زي ما انا ما بعمل فيديو كده وانزله بيبقى مجال للنقاش، لكن مثلا لو بعمل حاجه في حياتي الشخصيه ومحدش شافها او حد عارفها، مش من حقك تيجي تناقشني فيها، لان انا ما عرضتهالكش كموضوع للنقاش. ما قلتلكش اصلا انا هعمل كذا وكذا وكذا فانت تقول لي لا انت غلطانه ولا انت مش غلطانه. انا ما عرضتش ده للمناقشه. لكن طالما حضرتك طلعتي وعرضتي نفسك كده، فانت تستحملي الكلام اللي هيتقال عليكي. طلع ابوها قال لا بنتي ما غلطتش. اولا يا استاذ شريف منير، يعني حضرتك ديننا قال لنا ان لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، يعني اي ست تتشبه بالراجل دي ملعونه ليوم الدين، ويوم الدين كمان ملعونه. تحلق بقى شعرها، معرفش تتكلم بطريقه رجالي، تلبس اللبس بتاع الرجاله، تعمل حركات الرجاله، تقعد كل الكلام ده، دي حته الدين. وطبعا على ما اظن ان هي حضرتك ما تشغلكش، يعني او ما تشغلش بنتك، او ما تشغلش الناس اللي هي من على شكلتكم اللي بتدافع عنكم. ما هو دايما يقول لك اصل حريه كل واحد وحريته. الحريه اللي تيجي عند الدين يا جماعه دي مش حريه. اصل الدين والمعبودات اللي احنا متوارثين، الورث الديني بتاعنا او الارث الديني بتاعنا ده ما فيهوش نقاش، ما فيهوش حريه شخصيه. ما تطلعيليش في الشارع وانت بشعرك وما اعرفش تقولي اصل دي حريتي الشخصيه. لا، اسمها انا عايزه اعمل كده وانا عارفه ان هو غلط. لازم تعترفي ان هو غلط وان انت عارفه ان هو غلط. حضرتك الناس وخضت الناس من شكل بنتك والفستان اللي هي كانت طالعه بيه، دي حاجه كمان الناس شافت ان فين التربيه. امبارح الشيخ مظهر شاهين كتب بوست وقال ان انا مستاء جدا من الفيديو اللي عمله شريف منير، وان ازاي يطلع يقول انا بنتي حره ومش حره. انت حر في اي حاجه ما تغضبش ربنا، حر في اي حاجه تعملها ما تجيش على حساب الدين. لكن انت بنتك مسؤوله منك لانك انت ابوها، وانت مسؤول عن صلاح الرعيه. امبارح برضو بقى طلعت علينا خالتك ريهام اللي لازم تعمل جدل في اي، حتى لو مفيش حاجه يتعمل عليها جدل هي لازم تطلع تعمل جدل. هعمل لكم جدل، يعني هعمل لكم جدل. المهم جابت الفيديو وهي اسماء بتقص شعرها عند الحلاق بتاعها، وان هي بقى قد ايه نظرات عينيها حزينه، وقد ايه البنت دي عندها اكتئاب، وقد ايه البنت دي بتمر بحاله نفسيه سيئه.
وقد ايه الناس عماله بتهاجمها والناس عماله تتكلم، وقعدت تعرض بقى صور ليها من مهرجان تقول بصوا هذا الوجه ده، واحده فرحانه من اللي هي عملته؟ لا طبعا دي زعلانه جدا، دي واحده زعلانه علشان خاطر ما اقدرش اجزم ان ده اكتئاب او ما اقدرش اقول ان ده اكتئاب، بس انا شايفه ان دي بوادر حزن على واحده الناس كلها دخلت هجمتها، الناس كلها دخلت شتمتها، الناس كلها ما بترحمهاش. هقول لك على حاجه بس يا استاذه فتكات، انت النهارده ولا ما اعرف اسمك ايه، من كام اسبوع كده كان انتشر فيديو على السوشيال ميديا لنفس ذات الاسماء، وهي في بسين غالبا او بحر او ما اعرف ده فين، ده كانت بتعمل ايه، ومعاها 3 شباب، اللي عمال يشدها واللي ساند على كتفها واللي مقرب منها وبيتصوروا وهم في البسين، وعماله تصرخ وتضحك وما اعرفش ايه. يعني هي شخصية جدلية، شخصية بتحب الجدال. هتقولي لي مين ده؟ هتقولي لي مثلا اخواتها في الرضاعة مثلا، واحنا مش فاهمينك برضو. واحدة طالعة مع 3 شباب عمالة تعمل لي فيديو ومش عايزين الناس تتكلم، ما تعملوا الفيديوهات دي وتحتفظوا بيها، اعملوا لها كده حفظ في مكتبة الذكريات، ومش عايزين نشوف خلق بس يا مسكي، اعملوا لها حفظ كده في ذاكرة الذكريات ومش عايزين نشوف. لكن حضرتك عملتي فيديو تستحملي اللي الناس هتقوله، كانت ممكن بقى ما تجيب لناش وهي بتقص شعرها ولا الكلام ده كله والناس تتفاجئ ان هي قصه شعرها، لكن هي حبت تعمل حاله من الجدل كعهدها، يعني ده مش حاجه غريبه عليها. لما طلعت برضو من فتره وهجمت الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله، والناس طلعت تقول ايوه ده الشعراوي فعلا ليه تصرفات متطرفه، اصل الشعراوي متطرف، اصل الشعراوي ليه اراء ارهابيه. يعني مش فاهمه كميه عك وكميه كلام بتحصل، كل ده تحت مسمى الحريه الشخصيه. حريتي جوه بيتي، طلعت بره الشارع تاني يا جماعه بقول لكم اي تصرف عليك مش ليك، تتصرف بحساب، تضحك بحساب، تتكلم بحساب، تقف بتتحكي مع الناس بحساب، طرقعت اللبان في الشارع، الزعيق في الشارع، الضحك بصوت عالي، كل دي حاجات كنتوا بتدرسوها في المدرسة زمان من آداب الطريق انك ما ينفعش تعملها. ما بال بقى كمان ان دي من الحاجات اللي هي رواسخ الدين، عايزين كل شوية بشوية تبعدوا الناس عن الدين بحجة الحرية الشخصية، تكتبوا في التعليقات اصل دي حرية شخصية، حرية شخصية الواحدة بتتشبه بالرجال وطلع حلقة شعرها على الزيرو زيها زي الراجل. اي اكتئاب واي ظروف انت بتمر بيها علشان تعملي اللي انت بتعمليه ده، ما انا قلتلك قبل كده في الفيديو اللي فات وهقولها تاني، في ستات عندهم كم معاناة تكفي الكرة الارضية بحالها، لكن مفيش على لسانهم غير حاجة واحدة الحمد لله، مفيش على لسانهم غير طول ما هم بيتكلموا رب لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه. وعلى فكرة الشيخ قالك انت كمان تدعي ان انت تقول يا رب رد عني القضاء، لاني ما بيمنعش القضاء غير الدعاء. الستات دي قاعدين بيدعوا لعيالهم كل يوم وعندهم عيال 1 و2 و3، بشوفت اسره بحالها 3 اولاد عندها ضمور في خلايا المخ، والست راضيه وحامده وصامده، ما قالتش اما اقوم بقى محلق شعري بقى، اما اقوم احلق شعري. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ انتوا بتصدروا للناس ايه؟ بتصدروا للناس تخلف. خلقتوا جيل من العاهات، الجيل اللي طالع من اواخر مثلا التسعينات كده او اواخر التسعينات، معظمه في ناس محترمه كتير وناس فعلا رجاله وبنات كده ويعني يقفوا كده يبقى اسود واقفه، لكن 3/4 الجيل مسخ، 3/4 الجيل بغبغان بيردد اصل دي حريه شخصيه، اصل دي بقى الدين ما فيهوش حريه شخصيه، تيجي عند الدين تخرس خالص ونقطه ومن اول السطر. لكن بقى يا طنط ريهام طلع الدفعي وتقولي عماله تكتب على الصور اصل انا عشان تعبانه من الغده، اصلي شعري بيقع، كل شويه بكتب لها انت بتبرري لمين؟ محدش يستاهل، انت بتكلمي مين؟ محدش يستاهل. ايوه فعلا ما تبررش ومحدش يستاهل، لو انا بعمل حاجاتي ما بيني وما بين نفسي والناس بتدخل جوه حياتي تحشر بوزها وتشوف انا بعمل ايه وتشوف حياتي ماشيه عامله ازاي، هنا فعلا انت معاكي حق محدش ليه دعوه. لكن طول ما انا عارضه حياتي على المشاع، من حق اللي يتكلم ومن حقي انا اطلع ارد واشوف هقول ايه. لكن دي واحده بتقصد دايما ان هي تعمل بلبله، بتقصد دايما ان هي تبقى على الترند. حتى ابوها قال لها برافو عليكي يا اسماء، انت بقيتي ترند بجد. بقت ترند في ايه؟ بقت ترند في ايه يا بابا الحاج؟